السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم محمد اليوسفي، واليوم رجعنا لكم فيديو جديد. الحلقه ديال اليوم الاخوان غتكون قصه ديال النصب، والبطله ديالها واحد السيده اللي قدرت انها تنصب على البنوك ورجال الاعمال في امريكا، ولكن ملي جات المغرب حصلات. قبل ما نبداو الاخوان هذه القصه، نتمنى انكم تابوناو معنا في القناه وتتابعوا الصفحه ديالنا على الفيسبوك باش يوصلكم الجديد ديالنا نتوما الاولين. البطله ديال هذه القصه سميتها انا ديلفي، ولكن في اخر القصه غادي نكتشفوا بلي هذه السميه ماشي السميه ديالها الحقيقيه. المهم هذه الدريه تزاد في سنه 1991 في روسيا، وملي ولات عندها 16 سنه انتقلت مع العائله ديالها لالمانيا وبقات عايشه وكتقرا تما حتى خدات الباك ديالها، وموراها دخلت لواحد الكليه ديال الفنون. وملي كبدات القرايه ديالها في سنه 2013 مشات كدوز ستاج في باريس في واحد المجله ديال الازياء سميتها مجله بيربل، وتما فين غتبدا انا اول تجربه حقيقيه في مجال الفن والموضه. ومع الوقت ولات انا كتحماق على شي حاجه سميتها الشهره والاسلوب باش كيعيشوا المشاهير، وبغات حتى هي تعيش ديك الحياه، ولكن المشكل ديالها ما عندهاش الفلوس ولا حتى شي قيمه وسط المجتمع الفرنسي. وهذا الشيء اللي غادي يخلي البطله ديالنا تبدا تقلب على شي طريقه اللي غادي تحقق بها الحلم ديالها. وفي الاخر شافت ان الطريقه الوحيده باش توصل داكشي اللي بغات هي انها تمشي لشي بلاصه اللي ما كيعرفها فيها حتى واحد وتصنع لراسها حياه جديده. وفعلا بعد مده من التفكير انا اخترت تمشي لمدينه نيويورك في امريكا باش تبدا تعيش الحلم ديالها. وقبل ما تمشي لديك المدينه قدرت انها تجمع واحد المبلغ اللي بين 20 حتى 30 مليون، والمصدر ديال هاد الفلوس اللي جمعات ما معروفش، ولكن غالبا قدرت انها تنصب على شي واحد. المهم دوك الفلوس هما اللي غادي يعاونوها باش تقدر تعيش في مدينه نيويورك. انا ملي وصلت لامريكا اول حاجه درتها هي انها مشات وشرات لراسها اغلى ما كاين في الحوايج، وبقات غير كتعيش في لوطيلات الواعرين، وبالزربه بدات كتعرف على المشاهير ورجال الاعمال وكتكون معاهم صداقات والمعارف، وفي نفس الوقت كتمشي معاهم الحفلات ديالهم الفخمه. ولكن المشكل ديال انا هو دوك الفلوس اللي جابت معاها لامريكا ما كانوش كافيين باش تبقى تعيش بنفس الاسلوب، ولا بقات كتخسر فيهم كل نهار ما غاديش يبقى عندها حتى حاجه. فتخيلوا معايا اش كانت كدير باش تبقى تعيش ديك الحياه ديال الاغنياء والمشاهير. بكل بساطه انا كانت كتستغل واحد الحاجه اللي ديما كيمشيو فيها الناس غالطين، واللي هي المظهر. يعني انا ملي كتمشي لشي اوتيل كتلبس افخم ما كاين في الحوايج والاكسسوارات باش تبان المسؤولين والخدامه ديال داك الاوتيل باللي هي برجوازيه وما كاينش شي واحد اغنى منها دخل لداك الاوتيل. وباش تبتهم ديال بصح اي واحد عاونها في شي حاجه واخا يكون بسيط كتعطيه 50 او لا 100 دولار. وطبعا ملي كيشوفوها كتعامل بديك الطريقه كيقولوا مع روسهم هاد السيده خانزه فلوس. ولكن ملي كتجي الوقيته باش تخلص الفاتوره ديالها كتبدا تحماق عليهم، واول حاجه كديرها هي انها كتعطيهم واحد شويه من دوك الفلوس اللي جابت لامريكا، وموراها كتعطيهم البطاقه ديالها البنكيه. وملي كيجربوها كيلقاوها خاويه او لا ما خداماش، وكتعطيهم عاوتاني بطاقه اخرى ونفس الحاجه يا اما خاويه او لا ما خداماش. وفي الاخر كتقول لهم صبروا عليا واحد شويه، راه واقيلا البنكه ديالي هي اللي وقفت لي الحساب حيت كنخسر الفلوس بزاف، وملي نحل المشكل غادي نعطيكم الفلوس ديالكم. وكتبقى تخدم نفس الاسلوب حتى كتسلت. ولكن باش يخليوها المسؤولين ديال لوطيلات تمشي في حالها كتقول لهم راه عندي واحد الحساب في سويسرا فيه الفلوس والممتلكات القيمه ديالهم 60 مليون يورو، وغادي تورثهم ملي يموت باها. وكل مره كتقول لهم راه با رجل سياسي او لا عنده شركات ديال النفط او لا عنده متحف. يعني كل واحد كتلصق ليه الكذبه المناسبه واللي غادي يتيقها بالزربه. وبطبيعه الحال المسؤولين ديال لوطيلات كيتيقوا فيها حيت في نظرهم ديك السيده انسانه برجوازيه ديال بصح وعندها غير مشكل مع البنكه، وملي تحل داك المشكل غادي ترد لهم الفلوس ديالهم. ولكن في الحقيقه انا كنت كتستغل هذا الاسلوب باش تهرب وتنصب على الناس. البطله ديالنا اي واحد كتعرف عليه كتقول ليه راه جيت لامريكا باش نستثمر ونشري واحد العماره وندير فيها ريستورا والبار والمعرض الفني، وفعلا هذا هو الهدف ديالها الحقيقي واللي خلاها تجي لامريكا. ولكن باش توصل لهذا المشروع خاصها زباله ديال الفلوس، يعني خاصها اكثر من 20 مليون دولار. وباش تجمع هاد الفلوس كاملين خاصها ضروري تسلف عند البنكه. وفي سنه 2016 انا مشات وهضرات مع واحد المحامي كتعرفو سميتو اندري لانس، وقدرت انها تقنعوه باللي عندها حساب بنكي فيه الفلوس والممتلكات القيمه ديالهم 60 مليون يورو، وبغات تستثمر في واحد المعرض فني في نيويورك وخاصها تسلف 20 مليون دولار باش تبدا المشروع
ديالها، وقالت ليه ملي تورت الفلوس عند باها غادي ترجع الكريدي للبنكه. وبطبيعه الحال داك المحامي تيق الهضره ديالها ومشى تواصل مع واحد البنكه سميتها بنك فورتريس وعاود ليهم القصه ديال انا كامله. وفعلا البنكه وافقت على البلان حيت داك المحامي مشهور وعنده سمعه كبيره في نيويورك وما غاديش يشوه راسو على قبل 20 مليون دولار. المهم البنكه ديال فورتريس طلبات من انا تجيب لهم الاوراق ديال داك الحساب اللي عندها في سويسرا. البطله ديالنا عارفه باللي ما عندها حتى حاجه، وهذا الشيء علاش مشات وجابت لهم اوراق مزورين وفعلا قبلوهم وشرطوا عليها تجيب لهم 100,000 دولار باش يدرسوا به الملف ديالها، وشرطوا عليها من الفوق تجيب لهم اثبات من البنكه ديالها في سويسرا باللي عندها حساب فيه 60 مليون يورو. وهنا فين غادي تحصل، ولكن بالزربه لقات الحل. انا ديال في مشات لواحد البنكه اخرى سميتها سيتي بانك وقالت لهم راه غادي ناخذ واحد الكريدي القيمه ديالو 22 مليون دولار عند البنكه ديال فورتريس، ولكن خاصني نعطيهم ضروري 100,000 دولار كحسن نيه. وعاودت لهم نفس القصه ديالها، وفي الاخر قالت لهم اعطوني 100,000 دولار وملي ناخذ داك الكريدي غادي نرجع لكم الفلوس ومعاهم الفوائد. المهم في الاخر سيتي بانك عطاوها داكشي اللي بغات وحولوا ليها ديك 100,000 دولار للبنكه ديال فورتريس. وملي بداو المسؤولين كيقلبوا على الحساب ديال انا في سويسرا والفلوس اللي فيه لقاو بلي داكشي كامل كذوب وما عندها حتى حاجه. وملي كيتواصلوا معها كتبدا تخربق عليهم، والمشكل ان ديك البنكه صرفات 45,000 دولار على الاجراءات القانونيه، يعني ديك 45 مليون مشات غير هكاك. وملي حسات انا باللي الخطه ديالها فشلات وما قدرتش انها تنصب عليهم مشات ورجعت ديك 55,000 دولار اللي بقات. والبنكه اللي خدات من عندها 100,000 دولار زيروها باش ترد لهم الفلوس، وكالعاده بدات كتحماق عليهم، ولكن ملي حسات بالخطر مشات وعطاتهم واحد شويه من دوك الفلوس اللي عندها باش تكتوهم بين ما تلقى الحل. ومورها مشات وزورات بعض الشيكات وجمعت منهم 70,000 دولار وكملت الفلوس لسيتي بانك واحتفظت ب 25,000 دولار اللي بقات. في سنة 2017 أنا قدرت أنها تعرف على واحد السيد عنده أوتيل في نيويورك، وهذا الأوتيل سميتو 11 Hours، واحد من أفخم الفنادق في نيويورك، وبقات عايشة فيه مدة طويلة. ونفس الحاجة كديرها أي واحد عاونها في شي حاجة واخا يكون بسيط كدور معاه ب50 أو لا 100 دولار. وملي كيجيها الجوع كتهبط لواحد الريستورا تابعة لذاك الفندق سميتها لو كوكو وكتقصي تما مزيان. وملي كتكمل كتقول لهم زيدوا لي الفاتورة ديال الماكلة على الفاتورة ديال البيت باش إلا خلصت نخلص كل شيء دقه وحده. ولكن في الحقيقه انا ما غادي تعطيهم حتى حاجه، والفاتوره ديالها كتزاد نهار مورا نهار. والمسؤولين ديال لوطيل بدا كيطلع لهم الدم ديال بصح، وهاد المره زيروها باش تخلص. وفي الاخر عطاتهم ديك 25,000 دولار اللي بقات عندها باش تكتوم حتى هما واحد شويه. وبلا شك اي واحد طاح في نفس المشكل غادي يتكمش ويحمد الله ويشكرو حيت ما تشد وغادي يرجع الحياه ديالو الطبيعيه وينسى داكشي كامل. ولكن انا فضلت انها تكمل في داك الطريق حيت لقات فيها راحتها. تخيلوا معايا ملي وصل عيد الميلاد ديالها دارت واحد الحفله كبيره وعرضت على كاع الناس اللي كتعرف سواء المشاهير وحتى رجال الاعمال. وملي جا الوقت باش تخلص بدات عاوتاني كتهرب، وفي الاخر وحده من صحاباتها هي اللي خلصات الفاتوره. انا بعد مده مشات لواحد الشركه ديال الطيران وطلبت منهم يوجدوا ليها طياره خاصه باش تمشي لواحد المؤتمر في مدينه اوماها في ولايه نوبراسكا، وهذا المؤتمر فيه الملياردير وارن بافيت. وبطبيعه الحال ديك الشركه وجدت ليها طياره خاصه من نيويورك لمدينه اوماها. وتخيلوا معايا بشحال، ب 35,000 دولار اللي هي 35 مليون مغربيه. ونفس البلان انا سبقت لهم تقريبا نص ديال الفلوس، وداك الشيء اللي بقى عطاتهم فيه شيكات مزورين. يعني البطله ديالنا طلعت في ديك الرحله تقريبا فابور. المهم انا ملي رجعت من ديك الرحله لقات المسؤولين ديال لوطيل اللي ساكنه فيه واللي سميتو 11 Hours خرجوا ليها حوايجها وهددوها بالبوليس الا ما كملت لهم الفلوس. في هذه اللحظه انا حسيت باللي كلشي بدا كيعيق بها، وهنا قالت مع راسها علاش ما نسافر برات امريكا ونمشي لشي دوله اخرى بين ما تهدل الامور ونرجع عاوتاني. وفعلا مشات وتواصلت مع واحد صاحبتها سميتها ريتشل ويليامز وقالت لها راه غادي نسافروا لفين، غادي نسافروا المغرب. وطلبت منها تجي معاها لمدينه مراكش، ولكن ريتشل قالت لها انا بلي ما عندهاش الفلوس كافيين باش تجي معاها للمغرب. وانا باش تقنعها قالت لها غير يلا معايا وما تضربي حساب لوالو حيت انا اللي غادي نخلص كلشي. وبطبيعه الحال كي سمعات ريتشل هاد الهضره فرحات وقالت لها واخا. وقبل ما يسافروا طلبات انا من المدربه ديالها تجي معاهم حتى هي، وهذه المدربه سميتها كيسي دوغ، وحده من اغلى المدربين في نيويورك.
في شهر مايو من سنة 2017 جات أنا والمدربة ديالها كيسي وصاحبتها ريتشل لمراكش، وملي وصلوا تفاجأت ريتشل وكيسي من الفخامة ديال لوطيل اللي حجزات ليهم أنا واللي هو المامونية. تخيلوا معايا ليلة وحدة في هذا اللوطيل كتوصل 7000 دولار، يعني 7 مليون سنتيم. المهم أنا كالعادة عطاتهم البطاقات ديالها ولقاوهم كاملين ما خدامينش، وباش يخليوها تدخل عطاتهم تقريبا نص ديال ليلة وحدة وقالت لهم ملي نحل مشكل مع البنكة ديالي غادي نكمل لكم الفلوس. يعني أنا بغات تخدم نفس الأسلوب وفي الاخر تهرب، ولكن اللي ما عارفاش هي ان ديك الفعله هي اللي غادي تطيح بها في الاخر. وصاحبتها ريتشل قالت في واحد البرنامج باللي ما عمرها شافت بحال الفخامه والاجواء ديال ديك البلاصه. I've never been anywhere like that. We get there are these men in traditional Moroccan attire. They welcome you. It's this walled palace, this enormous hotel. And you go through and there are like 4 different restaurants and 3 different bars. And we like walk through the sprawling gardens and we're shown to this little private house that has 3 bedrooms and a butler and a pool. And it's extremely over the top. اي حاجه شراتها انا في المدينه كتخلصها ريتشل، حتى لواحد النهار سولتها ريتشل علاش البطاقات ديالك ما خدامينش، وتما قالت لها انا راه نسيت ما قلت للبنكه ديالي بلي غنسافر للمغرب وهذا الشيء علاش ما خدموش ليا برات امريكا. وقالت لها نفس البلان خلصي حتى نرجعوا لنيويورك ونرد لك الفلوس وبالزايد. المهم بعد ما دوزو شي ايامات في المامونيه بداو المسؤولين كيزيروا انا باش تخلص الفاتوره، وقالوا ليها ممنوع تخرجي او لا زيدي تبقاي في الاوتيل من غير الا خلصتي الفاتوره. وانا بقات كتحماق عليهم عاوتاني، ولكن هاد المره لوطير زيروها ديال بصح باش تخلص، وشافت حتى عيات ودارت لصاحبتها وطلبت منها تعطيهم البطاقه ديالها كضمانه. وبطبيعه الحال ريتشل حسات بالاحراج وعطاتهم البطاقه ديالها. It becomes obvious there's tension between Anna and the hotel managers because there isn't a functioning credit card on file for our reservation. And I was pressured to use mine for what I thought was going to be temporary. I was told the final bill would need to be settled when Anna, or when we checked out, and I was leaving before Anna and the rest of the guests. So I didn't know at the time. Of course, I later found out that it all went on my credit cards. وملي سالات الرحله ديالهم رجعات ريتشل هي الاولى لامريكا، وقالت مع راسها راه البطاقه ديالي ضمانه عند لوطيل بين ما تلقى انا الحل وتخلصهم. ولكن ملي وصلت للدار تفاجات باللي الحساب ديالها خاوي وتسحب منه 62 ألف دولار واللي هي 62 مليون مغربيه، يعني الثمن ديال سيمانه كامله. وملي مشات ريتشل لفرنسا على قبل الخدمه ديالها تواصلت معاها انا وقالت ليها راه صيفط لك 70 ألف دولار، ولكن في الحقيقة داك الشيء كامل كان غير كذوب، وبقات أنا كتخربق عليها كل نهار باش نسيها في الفلوس ديالها. ولكن ريتشل عارفة باللي أنا بغات تنصب عليها ومشات ديريكت ديكلارات بها عند البوليس. وفي سنة 2019 تشدت أنا ولقاو أن السمية ديالها الحقيقية ماشي أنا ديلفي وإنما سميتها أنا سوروكين، وباها شيفور عادي، يعني ما كاين لا رجل سياسي ولا شركات ديال النفط ولا حتى متحف. وتحكم عليها بسبب التزوير والنصب والسرقه ديال اكثر من 200 ألف دولار. ولكن واخا هاد الروينه كامله اللي دارت انا قلت في المحكمه باللي ما عندهاش مشكل وكون عندها فرصه اخرى غادي دير اكثر من داكشي اللي دارت. المهم انا تحكم عليها بالحبس، ولكن بعد مده قصيره خرجت منه حيت نتفليكس شرات من عندها الحقوق ديال هاد القصه بكثر من داكشي اللي كيتسالوا ليها الناس. وحتى صاحبتها ريتشل خرجت كتاب على هاد القصه وطلعت في بزاف ديال البرامج، يعني هاد الجوج رجعوا الفلوس ديالهم وبالزايد. وحتى لهنا الاخوان نكون وصلنا لنهايه القصه ديالنا. نتمنى انها عجبتكم، ما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم الزوينين، وما تنساوش تبارطاجيو هذه القصه مع اصحابكم وحبابكم باش كلشي يتفرج. ما بقى ليا غير نقول لكم تهلا في رؤوسكم. بيس.